سلامة. سلامة، مرحبا. مرحبا بك. اليوم وقفتك هوني تضامنا مع زميلك اللي توفى الله يرحمه سامي بن عليا، اللي لقاوه مشنوق في داره في وفاة مسترابة نجم نقولوا. اليوم شنو هي رسالتك اللي توجهها؟ رسالتي أول رسالة نوصلها اللي هو راه سامي بن عليا مات، نحن ما متناش، مازلنا موجودين وعلى عهد باقو. نحن ترسلنا تحكمنا باطل، تهددنا بالقتل، أنا تهددت بالقتل أنا وعائلتي، نيابة على علم، قضاء على علم، تحكمت باطل. عامين صرصي عشمني نخطي، عشمني في قضية نتاع الدين شلبي ولي بن عروس وكل أدلة الدين. وهو حقي ما خذيتوش في البرلمان، حقي في دولتي هذه ما خذيتهاش، ما حاشيش بيه. خذوا الدنيا كلها، خذوا الكراسي واعطونا الوطن. اما توا حقنا لهنا وصل طاقه وصلت للغير، ما عادش فيها لهنا. ستوب ستوب. بلغنا ما فات، ترسلنا، بلغنا تهددنا بالقتل، بلغنا قالوا علينا واشيين، قالوا علينا قوادين، قالوا علينا صحيح. راه انا ما نقولش ما فما عباد تركب على الحدث، مش مبالغه على الفساد، خاطر ما عندهاش قضايا وما هيش شاكه، تحب تجي تركب هكاكا. نحن ماناش منهم، نحن ولاد الدوله، ولاد المسار. نحن خدمنا السيد الرئيس من الاستفتاء ونرجعوا لهنا، والتو جلنا مع السيد الرئيس باش نسدوه، هو اختار الشعب ونحن اخترناه. اما تو لهنا نقولوا ستوب. يزي المحاسبه بالمثل. شو معناها انا نتحاسب باطل وكل الادله الدين عز الدين شلبي في القضاء وفي الواحد. قضاء مخترق، داخليه مخترق، العالم كله مخترق، وزارات كلها وصلت من 2023 وانا ناس في دوسيات الفساد بالديتاي كلها مصبوبه. عباد تجرت في الدوسيات نتاعي، باعت ذمتهم على خاطر الدوسيات نتاعي، على بيع وشريه ولات، وحقي في اخر لحظه وزاره العدل هزت لها دوسيات الفساد، ونتخيل روحي باش نتحكم محاكمه عادله، نلقى روحي محكومه بعامين صرصي و10 ملايين خطير في كل قضيه اللي هي دين عزيز شلبي. ولا حضور عزيز شلبي حضر ولا محامي، مجرد رساله يجيبها يقول فيها انا حاجتي ب50 مليون الحق الشخصي، مش اسم شعور. وشعورنا نحن وين؟ شعورنا نحن وين يا دولة كي حاربنا سايبنا ديارنا وسايبنا صغارنا وبعنا اللي ورانا واللي قدامنا باش الدولة هذه تستقر؟ معناش مزيرة، ماناش نادمين راه، وماناش نرجعوا بالتوالي. عطونا حقنا، عطونا حقنا وفعلوا لنا قانون، عطونا قانون يحمينا. ما تحميوناش، ما حسناش بحماية شخصية، حماية ربي تكفينا نحن في الدنيا هذه، فهمتي؟ ورانا السيد الرئيس معاك لليوم الغدوة من بعد غدوة. اما يا خويا نحب اعاده النظر في القضايا نتاعي، لان كنت متهمه وليت شاهده كيفاش نتحكم هكاكا باطل. شنو هي القضايا بالتحديد نتاعك؟ التحديد انا بلغت على عمليه كيديه قام بها انسان اسمه عزيز شلبي، ذي ولي بن عروس السابق، في حق انسان مظلوم اسمه راي الحمزي. وانا نقولها مظلوم راي الحمزي، وقدامي صار، قدامي صار، مش كان انا راه فما شكون جاني قال لي راني خايف امي قالت لي ما تقولش، ورانا نحن شاهدين كيفاش عزيز شلبي عمل عمليه كيديه. راي الحمزي هو عنده تصفيه حساب الله اعلم مع شكون، باش مدخل طفل وهو خاطي. راي الحمزي يخدم الزهره، ما خذاش فلوس من الدوله، رئيس بلديه، خدم الزوالي، عمل كياسات، عمل تروتوارات، عطاه ديار بلاش. التو هو في الحبس، والتو قاعده الصدقات تخرج للزواله ويرحموا على والدي. نظره بالله لفته للقضيه هذه السيد الرئيس على خاطر مراقدين الملف نتاعو، والتو لا ظهر حتى شيء. بالحق راهي عز الدين شلبي تحرش، عز الدين شلبي خان الامانه، عز الدين شلبي ما يغركش يا سيد الرئيس كي هبط بالثوره نتاعو قال انا معاك اللي هو معاك في الانتخابات. عز الدين شلبي ما خدمش معاك انت، خدم مع العايشي زمان وهو والي زغوان العش، ما خدموش معاك يا سيد الرئيس. شعبك وولادك اللي يخدموا معاك كيما هما ما عطاوكش انت ما تعطيناش، كيما احنا نغزروا لدولتنا انها تستقر، انت زاده تغزرنا بعين الاعتبار كيما نحن كيما انت كيما الناس كلها. حقنا وين؟ حقنا وين؟ اعطيونا حقوقنا يا سيدي. انا مراه يجيني جواب لداري تهديد بالقتل، يا حنان يا بيبي جاك وقت الحساب، نعرفوا ولدك وين يقرا وبنتك وين يقرا وراجلك وين يقعد، وبنتك حتى في قطر نجموا نوصلها مع كلام بيدير، والنيابه عندها علم والقرشاني والامن والدنيا كلها، والمركز نتاع المروج 5 والمنطقه نتاع المروج 3، ولا فما لا حياه لمن تنادي. انا كل يوم في الكياسات وانا كل يوم نمشي ونجيو ومناش راجعين بالتوالي. السامي مات نحن ما متناش، وعلى عهد بقول ولليوم والغدوه رانا ولادك يا سيد الرئيس ومعاك. اما بالحق انا مش نطلبها من المنبر هذا من حبيب بورقيبه، يجب محاسبة عز الدين شلبي اليوم قبل الغدوة، مش فايدة نحيته. راهو المحاسبة انت ما حاسبتوش، يشوف الكوارث اللي صايرة في بن عروسة، يشوف شنو هي الكوارث اللي عملها عز الدين هو برخيصة وهو وجماعته، وهو اعترف من محكمة بن عروس، وهو أمنيين، وهو إرشاد، حاشا ديما نقول الشرفاء، هذا كله صاير يا سيد الرئيس.
صوتنا هذا اذا كان ما وصلش ما عادش فيها راه، ما عادش نجموا راه، مش ما عادش نجموا نقدموا، مش نقدموا نحن. اما بالحق اذا كان ما يتحسبش مسؤول يتنحى وما يتحسبش على الدنيا السلام. ولا المعتمد نحي معتمد وحط نحي من ولايه بن عروس، حط من حمام الشط، هزوا القبلات برا، حل عليه الكتاب نتاع قبلات شكون وتتفهم كل شيء يا سيد الرئيس. نسيب عز الدين شلبي يا سيد الرئيس اللي كان في فوشانها معتمد وقدم الاستقاله نتاعو وعمل تهديد لعز الدين شلبي وقت الرئيس انه هو يجيب المعتمدين، رجعوا على راس حمام الشط وبرا شوف الفساد اللي خدموه والترافيك نتاع المخدرات نتاع الهم اللي خدموه. وهذا كله وصل للداخليه ولحد الساعه من 2023 ما فما حتى شيء، هذه الساعه ما فما حتى شيء. سيد الرئيس اللي تنحى من منصبه ما عادش يتحط في منصب اخر. فما اصحاب الشهاده العليا، فما عباد محتاجه، فما عباد عبثوا بها في البلاد هذه حقوقها تهضمت، هذوما اللي يشدوا معتمدين وقارين ويرفعوا من الدولة نتاعنا ويرفعوا من المستوى نتاعنا. راهو المستوى نتاعنا طيحوا عز الدين شلبي والمسؤولين اللي كيفوا الكل. تحية تونس، يحيى قيس سعيد والله يرحم سامي بن عليا، راهو هو مات ونحن ما متناش والحمد لله. شكرا.